السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده هكلمكم عن عنصر مهم قوي في الجسم، العنصر ده نقصه بيعمل مشاكل كتير قوي. نقص الزنك. نقص الزنك طبعا بيعمل حاجات كتير قوي في الجسم. اول حاجه فيها نقص ضعف حاسه الشم. ضعف حاسه الشم عشان معظم الزنك بيبقى متركز في الجيوب الانفيه. نمرة 2 بعد الكلام ده بيعمل قصر قامة عند بعض الأطفال. بعض الأطفال اللي ما عندهاش عامل وراثي أو الكلام ده كله بيتأثر بنقص الزنك، بيعمل قصر قامة. ثالث حاجة ضعف المناعة. ضعف المناعة، الزنك طبعا مسؤول مهم قوي، عنصر مهم جدا في المناعة، ونقصه بيؤدي لمشاكل كتير قوي، من ضمنها نقص المناعة خاصة لالتهابات الجهاز التنفسي والالتهابات الفيروسية. رابع حاجة هو بيمنع تحويل الثيروكسين من الصورة غير النشطة للصورة النشطة. الثيروكسين ده هو هرمون الغدة الدرقية، فهو بيمنع عملية التحويل دي، فبالتالي بيأثر على نشاط ووظائف الغدة الدرقية. بيعمل تساقط شعر، بيعمل إسهال، بيعمل التهاب في الجلد، وكمان بيعمل شوية مشاكل عقلية. طيب هنتكلم على حاجة تانية برضو، حاجات جديدة بيعملها أو اكتشفت جديدة، إن هو بيأثر على حاسة طبعا التذوق، وبيعمل كمان عدم تمييز للطعم، يعني يخلي الطعم احنا مش عارفين نميزه. ثالث حاجة هو بيعمل ضعف فيه أو صغر حجم الأعضاء التناسلية، زي مثلا في الرجالة بيعمل نقص أو ضعف فيه أو صغر حجم الأعضاء التناسلية، نقص في الحيوانات المنوية نتيجة نقص طبعا هرمون الذكوره التستوستيرون، لانه هو بيدخل في الصناعه بتاعت هرمون الذكوره. غير كده وكده هو كمان بيعمل حاجات تانية، زي بيعمل طبعا في حاجه في المخ اسمها الهايبوكامبس. طبعا الهايبوكامبس الزنك بيبقى متركز فيها، لما بينقص بيعمل شويه حاجات زي ضعف في الذاكره، زي صعوبات تعلم، زي عدم التعرف على الاماكن. كمان بيعمل مشاكل في الضوافر، يعني بيعمل مشاكل في جروح في الضوافر، اصابات في الضوافر، والحاجات البيضاء اللي بتظهر، الخطوط البيضاء اللي بتظهر على الضوافر بتكون سببها برضو الكلام ده. طبعا برضو هو بيبقى متركز في الشبكيه، هو وفيتامين أ الاثنين لما بينقصوا بيعملوا ضعف في الرؤيه الليليه. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.